عاملين إيه يا جدعان؟ مهنة الفود بلوجر دي مهنة صعبة جدا، يعني مهنة مش أي حد يكون شغال فيها، لأنها بتعتمد على حاسة التذوق وبتعتمد على لسانك. أنت متخيل إن أنت شغلك كله معتمد على لسانك؟ أنا قررت أكون فود بلوجر يا جدعان. أصل أنت قتلي أي حد في رابعة ابتدائي بيشتغل فود بلوجر بيخسر حاجة. أنت رايح تاكل وتشرب وتشخ وتنام وتاخد فلوس كمان وانت مروح، يعني بص مفيش اجمل من كده رفاهية. وفي بقى من نوعية من الناس اللي بيحاول يبقى فود بلوجر فبيقيم اي حاجة بيشوفها قدامه. احنا هنبدأ باللي عايز يبقى فود بلوجر. معانا اول واحد عبد الله فود. عبد الله فود ده حرفيا ما سابش اي حاجة واحد في كي جي 2 جربها غير لما طلع وعمل عليها ريفيو. تخيلوا يا جماعة، ده جرب كيس البريك اللي بالجبنة وطلع قيمه. والمشكلة اللي هو بيتكلم بجد وبيقيم بجد، يقول لك لا الجبنة زيادة والملح خفيف. انت عارف لو كان بيهزر انا كنت هقبله جدا واضحك وبتاع، ولكن ده بيتكلم بجد. ومش هطلع فيديوهات علشان ما اخدش سترايك، ولكن بجد انا كنت هعمل ايه لو ما طلعش وقال لي ان البريك اللي بالجبنة الجبنة بتاعته زيادة؟ كنت هشتريه ازاي؟ يعني هو بجد انقذ حياتي حرفيا. ال5 جنيه اللي انا كنت هروح ادفعها على الارض ما كنتش هعرف ان البريك دوت الجبنة بتاعته زيادة والملح خفيف. ولا هو بيقول ايه اصلا؟ ده طلع يجرب تايجر اللي بالفلفل الحلو، بيقول لك فعلا الفلفل عنده حلو. ده بجد يا جماعة، ده ما بدأهاش من الصفر، لا ده بدأها من سالب تريليون. يعني انا من اول ناس اهو بقول لك رزمن يا اسطى. اصل في ناس من بره بتتفرج علينا وبتاع، يعني نخش على تاني واحد. طالما جبنا سيرة الفود بلوجر ما ينفعش ما نتكلمش عن الشيف الطباخ الفنان، اكتر من حصل على جائزة افضل فود بلوجر في الشرق الاوسط، اكتر من حصل على جائزة اكتر لسان ذواق في بيتهم. الراجل ده يا جماعة حصل على جائزات وشهادة تقدير كتير جدا. الراجل ده اللي انا بكلمك عنه يا عزيزي هو الوحيد اللي اكتشف ان المانجا قرع عسل، هو الوحيد اللي قال على المية زفرة. وتعالى نتكلم يا عزيزي عن الفنان عمرو بيلا. انا عايز اقول لك يا عزيزي حاجه، الراجل دوت عمر ما دخل مطعم واكل عادي، لا ده لما يخش المطعم يفضل يكسر في ميتين الحاجات ويكسر في الاطباق ويقول فين مدير المكان، ومدير المكان يجي ويسب له. انا عارف ان هو بيجي بالاتفاق بس برضه مش كده. احترموا عقول المشاهد، في ناس بتتفرج علينا من بره منظرنا خلاص بقى خلاص. الراجل ده يا جدعان من كتر جمدانه الناس بقت تعمل يفط على باب المحل ويقولوا ممنوع دخول هذا الرجل. الراجل ده يا جماعة عمل محل فتحوا 3 أيام وقفلوا تاني بعديها، مع إنه كان جايب طباخات من الفلبين وناس بتخدم من الجنوب شرق الدلتا السوداني وحاجات جميلة جدا، بس برضو إيه، مفيش حد جه تف على المحل حتى. لكن خلينا نقول ان الراجل ده عنده عربية بميزانية دولة وعنده شقتين في برج خليفة على حسب كلامه. انا مش اللي بقول كده، ومواثق ديت مش مؤكدة مني طبعا، ده على حسب اللي هو بيقوله. طيب عزيزي، انا عارف برضو ان الفود بلوجر، خلينا نتكلم جد بقى، ان برضو مهم. طيب نعمل ايه لو عايزين ندوق حاجة من شخص واثقين فيه، لو احنا نازلين خروجه يعني وزهزهت معانا في فلوس الشغل؟ جو ناصر. والله العظيم انا يعني ما اتعاملتش معاه ولا اي حاجه، ولكن جو ناصر دوت اكتر واحد صادق في الكلام. وكمان مش بيروح يعمل ريفيو، لا ده بيروح يجرب عادي، وبصراحه يعني شخص بيعمل حاجات حلوه يعني جميله والله. فعزيزي في حاجه مهمه جدا دلوقتي، 70% من اللي بيتفرجوا عليا مش بيعملوا سبسكرايب ولا بيعملوا كومنت ولا لايك ولا شير ولا اي حاجه. طب ليه؟ طب ما الفيديو عاجبك ومكمل لحد دلوقتي، انزل دوس لايك وسبسكرايب. لايك سبسكرايب، وما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله. نيجي بقى لأصغر فود بلوجر في تاريخ مصر، بودي. بودي بقى بودي قوي يعني، بودي خالص. بودي قرر ياخد فلوس اللي عملها من الفود بلوجر وقال لك ايه ده؟ طب ما نعمل محل، ما نعمل براند لينا، وسماه براند مش هقول، انا مش قايل بقى. ولكن انا مش عايز اتكلم عنه كتير لان هو لسه برضه صغنن، لسه 10 سنين وبتاع. فربنا يوفقك يا بودي. ولكن كل اللي هقوله لك عنه اللي هو كان بيقول بابي قايل لي ان انا اعدي السكه في الاشاره. الفيديو لازم تدوس لايك وسبسكرايب وتكتب لي كومنت
وبسرعة يعني.